وای چقدر سرم درد میکنه. چیکار کنم؟ باید بری دکتر. بیا فعلا این مسکن رو بخور یکم آروم بشی. باشه بریم دکتر. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سيد حسام موسوي هستم. جاي لإيران وصارت لك مشكلة، تريد تروح للطبيب للدكتور، تريد توضح للدكتور صابك وجع راس، وجع بالمعدة، ايدك توجعك، واي مشكلة واحتمال اي مشكلة تصيبك، فتريد توضح للدكتور شنو المشكلة. تابعنا خلينا نشوف شنو لازم نقول للدكتور. اول شيء لازم نتعلم اعضاء الجسم، بس قبلها لازم نتعلم كلمة وجع. شو يصير بالفارسي؟ وجع درد، يوجعني دردم میکنه. خلينا نتعلم اعضاء الجسم. راس، سر، گوش، چشم، بینی او دماغ، اثنين صحيحات. دهن، دل، شکم، معده، دست، پا. تمام. هسه نريد نقول مثلا راسي يوجعني، بالفارسي شو يصير؟ نكتب كلمة راس، تعلمنا اعضاء الجسم، نكتب كلمة راس او نقول كلمة الراس زائد الى درد میکنه. سرم درد میکنه، دستم درد میکنه، معدم درد میکنه. خب هسه نريد نقول تلعب نفسي، حالت تهوع دارم، لو حالم به هم میخوره. اثنين صحيحات. تمام. تقريبا تعلمنا اعضاء الاساسية بالجسم. هذا طبعا راح يكون الجزء الاول، واجزاء الثانية راح تكون ان شاء الله بالمستقبل، راح احط لكم اياها. بعد ما سويت لايك وسيف لهذا الفيديو اكتب لي بالتعليقات اذاني توجعني شو يصير بالفارسي. اذاني توجعني. مراقبة خودتون باشید. خدا حافظ.